أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن آخر الكتب، أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا على جميع الكتب، وكأن القرآن جمع الله فيه كل الشرائع والأديان، وكأن القرآن جمع فيه كل الفضائل، وكأن القرآن صالح لكل مكان وزمان ولكل نوع من أنواع الإنسان. آخر الكتب، المهيمن على الكتب. إذن طالما كان مهيمنا على الكتب فلا شيء في كتاب إلا وفيه، ولا خير في كتاب إلا وفيه. كما أن القرآن لابد أن يصلح كحكم بين الناس إلى أن تقوم الساعة. ركبوا البعير أو ركبوا الصاروخ، ركبوا السفينة أو ركبوا الطائرة، أيا كان لابد أن يكون الكتاب الذي نزل من الصانع الخالق أدرى بصنعته منا. هل تدري الصنعة عن أمرها شيئا؟ هل يمكن لجهاز مهما بلغ من التقدم أن يحكم نفسه؟ هل يمكن السيارة أن تسير بغير قائد؟ هل يمكن؟ ما من جهاز وما من أداة إلا ومعها كتيب يشرح لمستخدمها كيف تصان، كيف تغذى، تعمل بالكهرباء أم تعمل بالماء أم تعمل بالغاز أم تعمل بماذا، كيف يتم التشغيل، كيف تصان، كيف كذا. أي جهاز. وما الإنسان إلا جهاز مركب معقد فيه من الأسرار ما لم يصل إليه أحد حتى الآن، في الطب، في النفس، في العقل، في الأعصاب، في الدورة الدموية، في كل شيء. جسم ونفس وروح، تراب وطين وحرارة، أشياء مختلطة ممتزجة بمزاج وبنظام منتهى الدقة. أي خلل لثانية تنهار العمارة الإنسانية بالكامل. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. من هنا حين نزل القرآن نزل وفيه نوعان من الأحكام لنوعين من المسائل. النوع الأول من الأحكام أحكام قطعية لمسائل لا تتغير ولا تتبدل باختلاف الزمان والمكان. الله واحد، هل تختلف في زمان أو في مكان؟ قل هو الله أحد، هل تختلف؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يتغير هذا الحكم بتغير الزمان، بتغير المكان، بتغير الناس؟ كل نفس بما كسبت رهينة، هل يتغير هذا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، يتغير الكلام. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هل يتغير هذا الكلام؟ هل يتغير؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أحكام قطعية في العقائد، في العبادات. لا يعبد ربنا إلا بما شرع هو وبما أراده هو الملك. كيف تدخل عليه؟ كيف تقف بين يديه؟ كيف تتقدم في حضرته؟ هو الذي يقول وليس الناس، فلا يترك لأفهامهم، وإنما هو يقول. أحكام قطعية في العقائد وفي العبادات، أيضا في الجرائم وفيما تواجه به هذه الجرائم. الحدود، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهكذا حدود الزانية والزاني
فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. حكم صدر لا نقض له ولا يبرام، صدر من الازل والى الابد. هل يتغير بتغير الزمان؟ هل ياتي زمان يسمح فيه الرجل لابنته بالزنا؟ هل ممكن ان يتغير المكان فاذا بالزوج يسمح لزوجته بمعاشرة الرجال؟ هل يمكن ان يتغير الرجل وتتغير المرأة الى مخلوق اخر ممسوخ؟ احكام، هذه احكام قطعية لا تتبدل. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حكم قطعي لا تغيير فيه ولا تبديل، لا يتغير بالزمان ولا يتغير بالمكان ولا يملك حاكم ايا كان ومهما بلغ من تأييد شعبي او بيعة عامة ان يرفع او يخفض في مقدار العقوبة التي قدرها الملك. ان للعبد ان يعترض على الملك بل على ملك الملوك. الاحكام القطعية ذاك هو النوع الاول. نزل القرآن كما قلنا بنوعين من الاحكام لنوعين من المسائل. النوع الاول من الاحكام الاحكام القطعية لمسائل لا تتغير ولا تتأثر باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات والحدود. ونوع اخر من الاحكام نزل لمسائل تتأثر باختلاف الزمان والمكان. احكام كلية، احكام عامة، مثل ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. التنابز بالالقاب فسق، الشتائم والتهارج فسق. فما عقوبته؟ لم تنزل في القرآن العقوبة، تركت للحاكم مع اختلاف الزمان والمكان. هناك شعوب لسانها طويل، طبيعة الشعب يتكلم بأسلوب يبدو أنه سباب. الحكم هنا يختلف عن الحكم في زمن أو في شعوب الكلمة لا تخرج إلا بمقدار. الأحكام الكلية، المؤمنون إخوة، الربا حرام ونزل التحريم في القرآن. كيف يجرم؟ كيف يعاقب مرتكب الجريمة، جريمة الربا؟ كيف يعاقب مرتكب جريمة تلويث الشارع بالقاذورات او البناء في غير ملكه؟ نحن نعلم ان اماطة الاذى عن الطريق لك صدقة، اذا وضع الاذى في الطريق اثم، يجرم. كيف يعاقب؟ كيف؟ من هنا نزل النوع الاخر من الاحكام، احكام كلية، احكام عامة. ولك انت ايها البشر طبقا لظروف الزمان وظروف المكان ولمصالح الناس ان تشرع ما تشاء من خلال الاطار العام وتحت هذه المظلة العامة لا ضرر ولا ضرار، مع نفي الحرج ودفع الضرر وجلب المنافع ودفع المفاسد. والناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذا فقد ترك الله تبارك وتعالى للعقول البشرية أن تجتهد، وترك للناس أن يمارسوا السلطان في تقرير القوانين وتحديد الجرائم التي تضر بالمجتمع. اما ما حدده ربنا من جرائم فاياك وان تمتد يدك اليه بالتعديل، اياك، والا احاط بك غضب الجبار. ترك لك الشيء. الرشوة، ما عقوبة الرشوة في القرآن؟ غير موجودة. الرشوة لا علاقة لها بالسرقة، لا تقطع يد الراشي او المرتشي. عقوبة فيها التعزير، التأديب من سلطة الحاكم، السجن، النفي، الحبس، الإعدام، اللوم، العتاب. عقوبات التعزير كثيرة. مع عقوبة الرشوة، مع عقوبة سرقة المال العام، سرقة المال، الاختلاس، مع عقوبة الاختلاس، مع عقوبة المرأة التي تخرج إلى الشارع متزينة متبهرجة متعطرة عارية فتنة، ما عقوبتها؟
ما عقوبته؟ ما عقوبة من يسب الدين؟ ما عقوبة من يؤذي الناس؟ ما عقوبة من يرفع صوت المذياع والأجهزة لسماع المسلسلات والمسخرة؟ وكلمة مسخرة كلمة لغة عربية حتى لا يقع أحد ويعترض بجهل. ما عقوبة كل ذلك؟ ما عقوبة كل ذلك؟ ما عقوبة الإفساد؟ لك الحق أن تحدد الجرائم التي ترى أنها تضر بالصالح العام، ولك الحق أن تحدد العقوبات كيف شئت، من بدءا من اللوم والعتاب إلى الإعدام كتهريب المخدرات. افعل ما شئت كي تحقق الأمن والأمان، كي تحافظ للناس، تحافظ لهم على دينهم وعقولهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ونسلهم. شرع ما شئت من خلال الأحكام العامة الكلية التي نزلت. فنزل القرآن بنوعين من الأحكام: أحكام قطعية في مسائل لا تختلف أو لا تتأثر باختلاف الزمان والمكان وهذه لا تمس، وأحكام عامة كلية لمسائل تتأثر باختلاف الزمان والمكان ترك لولاة الأمر والأئمة والفقهاء العمل فيها وفي دائرتها كيف شاءوا تحت مظلة لا ضرر ولا ضرار وتساوي الناس. أيها الأخ المسلم، تختم الآيات بقول الله عز وجل بسؤال فيه التوبيخ، فيه اللوم، فيه التقريع: أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا هو السؤال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الموقنون فقط هم الذين يقرون بأن الله أحكم الحاكمين وأحسن الحاكمين، وأن حكم الله هو أحسن حكم وأحسن الأحكام. الموقنون، لأن الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الموقنون فقط، الموقنون الذين تمكن الإيمان في قلوبهم هم الذين يقرون بأن الحاكمية لله، وأن الحكم لله، وأن حكم الله أفضل وأحسن حكم على الإطلاق. البشر أهواء. أحكام البشر تتغير وتتعدل بمذكرات تفسيرية وبثغرات ينفذ منها الناس وهكذا، وما صلح أمر الناس عليه. وحكم الله حكم الأرض قرونا عديدة من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت الأسرة العلوية، الدولة الأيوبية والدولة الفاطمية والدولة العباسية. جميع الدول كانت تحكم بالإسلام. هل ظهر خلل؟ هل ظهر احتياج لتعديل أو تبديل في حكم؟ أبدا. وانظر للأحكام الوضعية وكل يوم تعديل جديد لا تلاحقه القضاء. ايه وربي لا تلاحقه القضاء ولا المحامون. تعديلات القوانين لا يلاحقه القضاء الذين يحكمون به، لا يلاحقون التعديلات. وسألوا القضاء عما أقول، سألوهم، لا يلاحقون التعديل. ثغرات وأخطاء وتعديل، والهدف والاتجاه يتغير من شمولية إلى اشتراكية إلى ديمقراطية إلى خصخصة إلى وهكذا. بشر يخطئ ويصيب، لكن الله تبارك وتعالى لا يخطئ ولا يسهو ولا ينام ولا تخلو أفعاله عن الحكمة. أفحكم قراءة، أفحكم قراءة، أفحكم قراءة. أفحكم الجاهلية يبغون منصوبة يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون على هذا التقدير، أي حكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. يريدون حكما من حكام الجاهلية يحكمون بالأهواء. هل يريدون ذلك؟ الآن أنتم تريدون ماذا؟ تريدون حكم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أم حكم الجاهلية؟ أم حكم الجاهلية؟ ما هو حكم الجاهلية؟ بعض الناس يعتقد أن الجاهلية قبل زمن البعثة المحمدية. هذا خطأ.
هذا خطأ. الجاهلية ليست عصرا من العصور، الجاهلية ليست زمان من الأزمنة، الجاهلية مرض، الجاهلية وضع، الجاهلية وصف. فقد تكون الجاهلية في زمن حديث وقد تكون الجاهلية في زمن قديم. العبرة بماذا؟ هؤلاء القوم كيف يتحاكمون بينهم؟ هل يأكل القوي الضعيف؟ هل يحكمون بأهوائهم؟ هل بحسب الوضع يحكم عليهم؟ أهم في جاهلية أم هم في خير؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. السائل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: نعم. قال: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن او فيه دخل. دخان عقارة، دخل شيء داخل فيه ليس من يعني الخير او الخير ليس كاملا، فيه ما يشوبه ولو شيء يسير. قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال حذيفة: يا رسول الله، وماذا أفعل إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: عليك بجماعة المسلمين، عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: يا رسول الله، وإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن الجاهلية ليست قبل بعثة الإسلام، الجاهلية قد تأتي وقد تعود. الجاهلية ليست عصر من العصور، الجاهلية وضع، الجاهلية وصف. لذا يقول الله تبارك وتعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: أفحكم الجاهلية يبغون؟ هل المقصود حكم الجاهلية أي قبل بعثة محمد؟ قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت التوراة، كان موسى يحكم بالتوراة، هل كان حكما للجاهلية؟ كان عيسى يحكم بالإنجيل، هل كان حكما للجاهلية؟ كان إبراهيم يحكم بشريعته، وكانت الأنبياء تحكم بشرائع الله. كان لوط وكان صالح وكان شعيب، كان الأنبياء وكانت الرسل. الجاهلية فترات من الزمان لا تتوقف على زمان بعينه أو عصر بعينه، وإنما الجاهلية وضع ووصف، إما حكم الله وإما الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.